اهلا بيكم في الكورس بتاعي CCNA. معاكم محمود صلاح. الكورس ده هدفه يكون كورس شامل للCCNA، ورغم ان الكورس ده مبني على امتحان سيسكو الاصلي، انا برضو عايز اديكم معلومات زيادة عشان احسن فهمكم للشبكات بشكل عام. وعلشان ده اول فيديو في السلسلة، عايز اتكلم عن مين ان الكورس ده موجه له. الكورس ده لاي حد عايز ينجح في امتحان CCNA 200 301. ورغم ان معلومات كتير جدا هتكون متشابهة مع CCNA القديمة، الا ان الكورس ده هيكون مبني على مواضيع امتحان 200 301. الكورس ده لأي حد عايز يتعلم شبكات الكمبيوتر، مش شرط تكون هتمتحن CCNA 200 301. الكورس ده هيغطي معلومات كتير قيمة عن شبكات الكمبيوتر حتى لو مش بتستهدف CCNA. المطلوب الوحيد للكورس ده هو إن يكون عندك معلومات أساسية بالكمبيوتر. أنا هغطي كل المعرفة الأساسية للشبكات في بداية الكورس، فمش محتاج أي معرفة مسبقة بالشبكات، وبرضه مش محتاج تكون بتعرف برمجة أو أي حاجة من دي علشان تبدأ الكورس. من غير كلام كتير خلينا نبدأ. درسنا الأول هيغطي أجهزة الشبكات. المعرفة دي هتكون الأساس اللي هنبني عليها باقي الكورس. بصوا كده على نموذج الشبكات اللي هنا ده. عارفين كل رمز من دول بيمثل إيه أو حتى وظيفته إيه؟ أكيد لأ. في نهاية الكورس ده هتعرفوا الحاجات دي وأكتر كمان، وإزاي بيشتغلوا مع بعض علشان يعملوا شبكة. مش هندخل في تفاصيل كتير قوي في الدرس ده، معانا وقت كتير نتعمق أكتر في الدروس اللي جاية. بس أول كام فيديو دول الغرض منهم إنهم يدوك المعرفة الأساسية اللي هنبني عليها بعدين في الدروس اللي جاية. طيب، إيه هي الشبكة؟ شبكة الكمبيوتر هي شبكة الاتصالات الرقمية، بتسمح للنود إنها تشارك الموارد. طيب، لو أنت ما كنتش فاهم قبل كده فغالبا أنت لسه مش فاهم بعد ما سمعت الجملة دي. بس خلينا نبص أبعد من كده. التعريف بيقول إن الشبكة بتسمح للنود إنها تشارك الموارد. إيه هي أصلا نود؟ أنا هقدم لكم هنا شوية أنواع من النتورك نودز، واللي بعضها ظهر في نموذج الشبكة في الصورة دي. اللي أنا واقف عليه بالماوس ده اسمه راوتر. غالبا سمعت الكلمة دي قبل كده وعندك فكرة عامة الراوتر ده عبارة عن إيه، بس أنا هشرح وظيفة الراوتر في الدرس ده. اللي بعده اسمه سويتش. ممكن تكون عارف إيه هو السويتش وممكن لأ. هو بيعمل وظيفة مختلفة عن الراوتر بس في نفس الوقت شبه بعض في حاجات كتير. اللي بعده اسمه فاير وول. أكيد عارف الفاير وول، وغالبا عندك فاير وول متسطب على الكمبيوتر بتاعك. ده بيكون سوفت وير فاير وول، بس الشبكات الكبيرة عادة بيكون فيها هاردوير فاير وول، جهاز شبكة منفصل بيساعد في حماية الشبكة. الرمز اللي بعده بيمثل السيرفر. لو ليك في الكمبيوتر أكيد سمعت عن السيرفرات قبل كده. آخر رمز معانا وهو كلاينت. أنت بتستخدم كلاينت علشان تتفرج على الفيديو ده، سواء كان موبايل ذكي، لابتوب، كمبيوتر شخصي، أو أي حاجة تانية. في الكام فيديو اللي جايين هنبني نموذج شبكة وهنبص على وظيفة كل نود من دول. ممكن برضو تسمع ان الكلاينتس والسيرفرات بيتقال عليهم اند هوست او اند بوينت، رغم ان الكلاينت بيعمل حاجة والسيرفر بيعمل حاجة تانية خالص، بس هي كده عشان هما الاتنين على اول واخر الشبكة، على الحواف، فاسمهم اند هوست او اند بوينتس. احنا كده بصينا على شوية انواع من النتورك نودز، بس لسه ما فحصناهاش بالظبط. هنكمل في الفيديو اللي جاي. سلام.